ليك جيهان، هدول الجماعة خطرين يكون بعلمك. أخوك بيعرف بهي القصة؟ أو كان أنا ما بخبي على أخي، نحن رفقات. سينا آخر فترة كانت كتير غريبة، كنت حاسس إنه بدها تخبرني بشي مهم. جيهان أنا بيهمني أخوك يعرف. أخي، أنا أكيد رح خبره بكل شي، بس هلأ مو حابب إزعجه قبل ما أعرف كل شي بالضبط. بتعرف هو مشغول بهالأيام. ايه بس أخوك على طول بيفضي وقته كرمال يسمعك، ما بصير تخبي عليه. بس أنا مو ناوي أعمل شي معه، بس بدي أعرف إذا كانت عم تخبي عني شي، بدي أعرف إذا في شي بقدر ساعدها فيه. بعدين كمان أنا أكيد رح أحكي مع أخي وحطه بصورة كل شي ناوي أعمله. بس أنا هلأ بدي إياك توعدني بشغلة، لا تجيب سيرة لأخي لخبرك، ما بدي إياه يقلق بدون سبب. ماشي، خود هدول، بس لا تعمل شي لحالك بنوب، اتفقنا؟ اتفقنا، خلص وعد. سينا ليش عم تحاول تحمي هذا الزلمة؟ الو راسم. اهلين يا الدراي. ليك اسمعني منيح شو رح اقول لك، بدي اياك تعمل الشيء اللي عم اقوله بالحرف الواحد. قل لي يا اخي عم اسمع. بدي اياك تحكي هلا مع الشرطة، تعطيهم عنوان وقول لهم يا الدراي موجود هنيك، هو متخبي بهالمكان، بس اعطيهم عنوان غلط، ولما الشرطة يروحوا ليدوروا علي انا عندي كم موضوع هون بدي خلصهم. طيب اخي فهمت عليك. الله معك. ايه لا تنسى اللي قلته. لحظة، المسدس اللي جبت لي اياه نظيف مو هيك؟ نظيف كتير وما له رقم. رح نشوف شو رح يعملوا عائلة كهرابي، لنشوف شو آخر هالقصة. باران بيك، عندي أخبار إلك. اللي أوكان، اللي شو الأخبار؟ الشرطة وصلوا لمعلومات سرية، صاروا بيعرفوا وين متخبية الدراي. هلأ واحد من جماعتنا خبرني. يعني قدروا يوصلوا له؟ لا لسه ما مسك، هلأ رايحين يجيبوه. شكراً أوكان. إذا الشرطة صاروا بيعرفوا مكانه معناتها المشكلة انحلت. أنا لازم أمره على المكتب ومنروح أنا وياك على الشرطة، لاقيني هنيك.